السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم فيديو جديد. معاكم ريري أحمد من قناة ريري كروشيه. إن شاء الله النهاردة هنصور مع بعض فيديو. هشتغل معاكم آيس كاب يلبس من سن 12 شهر، يعني من سنة ل3 سنين. طبعا ماشيين بجدول المقاسات زي ما متعودين معايا. لو هتعملي لطفل قدامك بتقيسي عليه، ده اللي أنا بحبه وده اللي أنا بفضله. تمام. لكن لو بتشتغلي كمية بتبيعيها أو كده بتمشي على الجدول زي ما هو موجود قدامك. فالنهارده هنمشي على الجدول بالظبط. هنشتغل طبعا الايس كاب هنشتغل من فوق لتحت. الغرزه دي اشتغلتها معاكم قبل كده بس كانت من تحت لفوق. المره دي انا بعكسها للناس اللي عندها مشكله في الايس كابات من تحت اللي هي يعني في ناس ما بتحبش ايس كابات اللي هي بتبدا بالجنب وتفرديها كلها وتخلصيها وتبقى دي كانت بتبقى تفليها. في ناس عندها مشكله في الايس كاب اللي هو بيبدا من تحت وبتقفليه من فوق. فالنهارده هنشتغل بقى الايس كاب اللي هو السهل جدا. لو مبتدئه تقدري ان انت تنفذيه. تمام. هنسمي الله ونبدا كده نشتغل مع بعض ونشوف. طبعا زي ما متعودين معايا هقول لكم طبعا كل التفاصيل وبياخد قد ايه كميه خيط. كل حاجه انا بكتبها لكم في الفيديو وبسيبها لكم في صندوق الوصف. تمام. هنسمي الله وهبدأ كده أعمل عقدة بداية وهشتغل 5 غرز. 1 2 3 4 5. وهاجي هقفل في أول سلسلة بغرزة منزلقة وهرتفع 1 2 سلسلتين مش هنعتبرهم أي حاجة. وهلف الخيط على الإبرة وهخش جوه الدايرة. هشتغل 12 عمود بلفة جوه الدايرة. لف الخيط على الإبرة أخش جوه الدايرة أطلع كده عندي 3 حلقات على الإبرة. هطلع من أول 2 وبعد كده هطلع من الاتنين اللي بعدهم تاني. هلف الخيط على الإبرة وعندي 3 حلقات على الإبرة. هبدأ ألف الخيط وهسحب كده وهطلع تاني من الاتنين اللي بعدهم. طبعا عندك في قوائم التشغيل هتلاقي الغرز الأساسية ورسمتها على الباترون زي ما بقولكوا دايما. تمام. أنا هعمل ايه دلوقتي؟ أنا هشتغل 12 عمود بلفة بنفس الطريقة كده. هخلص ال 12 عمود وارجع لكم. تمام. اشتغلت 12 عمود. هاجي كده في راس العمود الاولاني وهاخد الخيط ده كده معايا وهخش كده وهطلع بمنزلقة. هرتفع سلسلتين 1 2. هلف الخيط على الابرة. هشتغل في كل عمود هيقابلني في كل غرزة هتقابلني هشتغل فيها 2 عمود بلفة. ادي اول غرزة هشتغل فيها 2 عمود بلفة. تاني هلف الخيط على الابرة اخش في الغرزة اللي بعدها وهشتغل. ادي اول عمود، تاني عمود، وادي العمود التالت. الغرزة التالتة هشتغل فيها هنا برضو 2 عمود بلفة. تاني بالشكل ده. في كل غرزة هتقابلك هتشتغلي عمود بلفة بالشكل ده. هشتغل لنهاية الدور وارجعلك. تمام. انا اشتغلت في كل غرزة قابلتني 2 عمود بلفة كده. اصبح معانا المجموع 24. تمام. هرتفع سلسلتين لف خيط على الإبرة. أول غرزة هشتغل فيها عمود واحد بس. هلف الخيط هروح عند العمود اللي بعده أو الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها 2. هنا التزايد هيبقى عمود أو غرزة بتشتغلي فيها 2 عمود وغرزة بتشتغلي فيها عمود واحد بس. دي الغرزة اللي هشتغل فيها عمود واحد. هلف الخيط على الإبرة وهخش في الغرزة اللي بعدها هشتغل فيها 2 عمود في نفس المكان. تاني هلف الخيط على الإبرة هنزل هنا في الغرزة اللي بعدها هشتغل عمود واحد بس. وفي العمود اللي بعده هشتغل 2 عمود. اشتغلت معاكم الدايرة دي كتير بس في كل مرة بنفذها تاني معاكم عشان طبعا لو معانا حد لسه مبتدئ. تمام. هنا هشتغل 2 عمود اسفة. في الغرزة اللي بعدها هشتغل عمود واحد بس. يبقى عمود غرزة بتشتغلي فيها تزايد وغرزة لأ. تمام. هشتغل لنهاية الدور وارجع اكمل معاكي السطر اللي بعده. تمام.
اشتغلت اخر غرزة بتقابلك بتبقى 2 عمود في غرزة واحدة، يعني بتعملي فيها تزايد، وهتقفلي بمنزلقة. هرتفع سلسلتين، هشتغل ادي اول عمود هشتغله بدون تزايد، تاني عمود بدون تزايد، تالت عمود بعمل فيه التزايد. تمام. تاني، اول عمود مش هعمل فيه تزايد، هشتغل عمود واحد بس، والعمود اللي بعده عمود واحد بس، وفي الغرزة التالتة بشتغل تزايد، 2 عمود في نفس المكان. تاني هشتغل هنا عمود واحد بس، هروح اشتغل العمود التاني برضو بدون تزايد، وبعمل التزايد في الغرزة التالتة، وهكذا. يعني الدور الرابع بتعملي التزايد في الغرزة التالتة، الدور الخامس هتعملي التزايد في الغرزة الرابعة، وهكذا. شرحتها في الفيديو اللي فات، وفي كذا فيديو انا عملته عن الايس كاب، سهل جدا. زي ما قلت لك قبل كده، مش لازم تعدي الغرز، انا ببقى شغاله كده بالنظره، العمود اللي قبله او الغرزه اللي قبلها اهي، هنا في تزايد، فانا بشتغل فيها 2 على طول من غير ما اعد. بس طبعا عشان في بنات ممكن تتلخبط لسه مبتدئه وتنسى، فهتشتغلي في السطر الرابع اول غرزه بدون تزايد، تاني غرزه بدون تزايد، بتتزايدي في الغرزه الثالثه. هشتغل لنهايه الدور وارجع اكمل معاكي. تمام. اشتغلت السطر الرابع وهقفل بمنزلقة، ودايما قلتلك في اخر غرزة هتقابلك هتشتغلي فيها 2 عمود بلفة، بتعملي فيها التزايد اقصد. تمام. فانا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ بنفس النظام اللي انت ماشيه بيه هتمشي بيه. هرتفع سلسلتين، اول غرزة بدون تزايد، ده السطر الخامس، تاني غرزة بدون تزايد، تالت غرزة بدون تزايد، رابع غرزة بتعملي فيها التزايد، في السطر الخامس بتعملي التزايد في الغرزة الرابعة، في السطر السادس هتعملي التزايد في الغرزة الخامسة. تمام. انا هشتغل السطر ده والسطر اللي بعده، وهشوف انا وصلت للمقاس اللي انا عايزاه ولا لا، واول ما اوصل للمقاس هرجع اكمل معاكي تاني. هعيد معاكي النقطة دي عشان ما تتوهش مني. احنا هنا بنعمل التزايد في الغرزة الرابعة، السطر الخامس بتعملي التزايد في الغرزة الرابعة، السطر السادس بتعملي التزايد في الغرزة الخامسة، السطر السابع بتعملي التزايد في الغرزة السادسة، بتعملي التزايد في الغرزة اللي قبل الدور اللي انت بتشتغلي فيه. تمام. انا بقى هشتغل السطر ده والسطر اللي بعده، وهشوف انا وصلت للمقاس اللي انا عايزاه ولا لا، وهرجع اكمل معاكي الايس كاب. تمام. انا اشتغلت 6 سطور، سطر 2 3 4 5 6، ومشيت بنفس التزايد اللي شرحته لحضرتك. قطر الدايرة معايا 13 وحاجة بسيطة، يعني 13 ونص اهي. تمام. قطر الدايرة 13 ونص، انا عايزة اظبطها عشان تبقى جاية مظبوطة اهي بالظبط 13 ونص. انتي قطر الدايرة عندك بيبقى من 13 ونص ل 14 في الحجم اللي بيلبس من سنة ل3 سنين. تمام. انا هرجع بس الخيط ده كده عشان عايزة اطلع بلون تاني. تمام. هنبدأ بقى نشيل حاجتنا دي كده كلها من جنبنا، ونجيب الخيط بتاعنا بالشكل ده، وممكن نربطه ممكن نكمل، طبعا ممكن لا خلينا زي ما احنا، او نربطه افضل عشان ما يفكش، عشان برضو تبقي ضامنة ان الشغل بتاعك مش هيفك مع الوقت والاستخدام. تمام. هرتفع سلسلتين، او هنرتفع ممكن نعمل غرزة حشو، دي طريقة ودي طريقة، والانسب لك انا ارتفعت سلسلة واحدة بس وقمت نازلة كده هاخد غرزة حشو. طبعا انا مش هقطع الخيط ده، انا هسيبه
وهبدأ أنا عملت هنا كده غرزة حشو، ارتفعت سلسلة وعملت غرزة حشو، ارتفع فوقيها سلسلة كده. دي عمود، يعني دي طريقة من الطرق اللي ممكن تعتبريها كعمود. ده كده معانا أول عمود. هلف الخيط على الإبرة، هروح على الغرزة اللي بعدها، هسيب بقى الخيط ده كده ورا مش عايزاه، هرجع له تاني، باخد الخيط الأبيض ده معايا، هشتغل عمود، ارتفع سلسلة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب غرزة تحت، وهروح على الغرزة اللي بعدها هعمل 2 عمود. السطر ده هيبقى عبارة عن ايه؟ 2 عمود بالشكل ده. انا عايزة اخد الخيط ده، مش مشكلة ممكن نجريه بعد كده. عايزة اخد 2 عمود سلسلة، 2 عمود. السطر كله هيمشي كده. الايس كاب عبارة عن سطرين، سطر الغرزة ديت، وسطر تاني هنشتغل مع بعض بلون تاني هنرجع له هوريك ازاي هتشتغليه. تمام. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا هشتغل 2 عمود سلسلة، وبسيب غرزة تحت، واروح على الغرزة اللي بعدها، ادي عمود، وادي العمود التاني سلسلة، اسيب غرزة واروح على الغرزة اللي بعدها تاني 2. انا خدت سلسلة، هنرجع هاخد عمود تاني، 2 عمود، ادي عمود وادي عمود، بعد كده سلسلة، وبعد كده تلفي الخيط على الابرة، تسيبي غرزة تحت وتروحي على الغرزة اللي بعدها. تمام. سلسلة، بسيب عمود، بروح على العمود اللي بعده، بشتغل 2 عمود سلسلة، وهكذا. هشتغل لنهاية الدور وارجع اكمل معاكي باقي الايس كيب. تمام. انا وصلت عند نهاية الدور، بقى معايا غرزة، واحنا بنسيب غرزة ما بين كل عمودين، ارتفاع السلسلة، وهقفل في راس كده اول عمود او فوق راس العمود التاني. كده كده هوريكي ان ده مش هيأثر ومش هيبان بعد كده في الشغل. تمام. ارجع اعمل منزلقة باللون التاني، اسيب ده واخد ده، اقفل بمنزلقة، اشد بقى كده الخيط عشان ما يبقاش باين، ونسيب كده الخيط ده كده ورا. هترتفعي، او هقولك هترتفعي سلسلة، هتلفي الخيط على الابرة، ارتفعت سلسلة ولفيت على الابرة لفة. شفت الغرزة اللي احنا سيبناها تحت؟ احنا هنا كنا بنشتغل 2 عمود سلسلة، وبعد كده 2 عمود سلسلة، ما بين كل 2 عمود في سلسلة أو غرزة تحت كنا بنسيبها. أنا هنزل أشتغل في الغرزة اللي تحت بالشكل ده. أشتغل، أدي أول عمود، تاني عمود، تالت عمود، هشتغل 3 عمود تاني، هلف الخيط على الإبر، هروح على الغرزة اللي المفروض عليها الدور، السلسلة أو الغرزة اللي أنا بسيبها تحت هي اللي الشغل هيبقى عندها، هشتغل فيها 3 عمود. أدي أول عمود، تاني عمود، تالت عمود، تاني هروح عند الغرزة اللي تحت، هي الشغل كله هيبقى عند الغرزة اللي تحت. يبقى الايس كاب بتاعنا عبارة عن سطرين، تقدري طبعا تنفذيه بلون واحد، كل حاجة متاحة. انا بحب انفذه بلونين، هو حلاوته بلونين. تمام. فده الشغل بتاع السطر ده، هيبقى سطر هتشتغلي بنفس الطريقة اللي بشتغل بيها، وسطر هتشتغلي 2 عمود سلسلة، 2 عمود، وما بين كل 2 عمود بتسيبي غرزة تحت. هشتغل معاكي السطر ده جزء من السطر اللي بعده عشان اوريكي الفكرة عاملة ازاي. ادي كده 3 عمود، هتبدأ تنتقلي بقى لكل غرزة احنا سيبناها تحت، وتبدأي تشتغلي 3 عمود. هشتغل بنفس الطريقة لنهاية الدور، هيبقى بالشكل ده، جميلة جدا. هشتغل السطر لحد ما اخلصه وارجع تاني، ارجع اشتغل بالابيض واوريكي تشتغلي تاني ازاي، ونكمل مع بعض. خلاص بقى كده عندي 2 عمود هشتغلهم، وابقى كده خلصت السطر بتاعي كله بنفس الطريقة.
هاجي هنا هقفل في راس اول عمود، يا رب تبقى واضحة. بس هسيب الخيط ده كده وهسحب الخيط الابيض، هنسيب بقى ده كده ورا مش محتاجينه. هرتفع واحد، وبعد كده ننزل في نفس المكان نعمل غرزة حشو، بعد كده سلسلة، ألف الخيط على الإبرة، أخش في الغرزة اللي بعدها، هشتغل عمود، سلسلة، ألف الخيط، هروح عند، هسيب الغرزة دي وأقوم رايحة عند الغرزة دي وهشتغل 2 عمود. أدي أول عمود، الغرزة اللي بعدها هشتغل العمود التاني، بعد كده تسيبي سلسلة، بعد كده تيجي هنا تسيبي غرزة وتروحي عند الغرزة اللي بعدها، وهكذا. تشتغلي عمود تاني، بعد كده تسيبي سلسلة، تلفي الخيط على الإبرة، تسيبي غرزة، تروحي عند الغرزة اللي بعدها، وهشتغل العمود اللي بعده، كده تاخدي سلسلة، بعد كده تسيبي غرزة، تروحي الغرزة اللي بعدها، هتبدأي شغالة بنفس الطريقة دي كده وتخلصي السطر وتطلعي على السطر اللي بعده تشتغلي الغرزة السطر التاني. هي عبارة عن سطرين، السطر زي ما قلتلك بتشتغلي 2 عمود سلسلة، 2 عمود، وما بين كل 2 عمود بتسيبي غرزة تحت، بعد كده بتطلعي الدور اللي بعده تاخدي سلسلة، وبعد كده بتقومي جاية هنا، يعني انت اول ما تخلصي اللون ده هتقومي شغالة باللون ده تاني، هتقومي طالعة عاملة سلسلة واحدة بس، وبعد كده بتقومي نازلة لفة الخيط على الإبرة ونازلة هنا عاملة 3 عمود، وبعد كده بتبدأي تنتقلي على ال3 عمود اللي بعديهم بدون سلاسل بدون أي حاجة بالشكل ده. هي عبارة عن سطرين زي ما قلتلك. هخلص السطر ده وابدأ معاكم السطر اللي بعده علشان برضو الفكرة تكون وصلت، وارجع اكمل الاسكاب واشوف هنوصل لطول قد ايه وارجع اكمله معاكم. تمام، انا كده خلاص خلصت الدور، وهنا ادي الغرزة اللي بتبقى باقية تحت، هقفل هنا بس مش هقفل بالابيض، هسحب بقى خيط تاني بالشكل ده، وهشد الابيض كده، وهرتفع بقى سلسلة، هلف الخيط على الإبرة، هاجي هنا هقوم نازلة في الغرزة اللي تحت اللي احنا بنسيبها، هشتغل ادي أول غرزة، تاني غرزة، تالت عمود في نفس المكان، بعد كده تنتقلي تروحي على الغرزة اللي انت سايباها تحت في الدور اللي عليها، يعني ادي غرزة، ادي التانية، ادي التالتة، وهكذا. الايس كاب كله عبارة عن كده، وهنشتغل اخر بس 3 4 اسطر او 5 اسطر بشكل مختلف شوية بحيث ان احنا نديله شكل من تحت. فانا بقى هشتغل بنفس الطريقة لحد ما اوصل. احنا عندنا طول الايس كاب، هقولك دلوقتي طول الايس كاب قد ايه. طول الايس كاب 20 سنتي، تمام. فهنرتفع لحد مثلا 17، وهنبدأ نشوف هنقفل الايس كاب بتاعنا ازاي لحد ما نوصل لطول 20. هشتغل انا لحد ما اوصل لطول انا عايزاه وارجع عشان اكمل معاكي باقي الايس كاب ان شاء الله. اشتغلت كذا صف من الابيض، اشتغلت صف 2 3 4 5 6 7 8، وده الطول اللي انا وصلت له. هوريكم دلوقتي الطول ده قد ايه. الطول ده 16 سنتي، تمام. شوف هنعمل ايه تاني مع بعض. كده خلاص الابيض انا مش هشتغل تاني بيه، مش محتاجاه. هقطع كده حتة من الابيض واشيل الابيض خالص، تمام. ممكن بقى تربطيه ربطة بسيطة هنا كده لو خايفة انه يفك او حاجة بالشكل ده. دلوقتي انا هعمل ايه، هرتفع سلسلتين، تمام، هلف الخيط على الابرة. هنبدأ عندك طريقتين تشتغلي بيهم. طبعا احنا الاول الايس كاب بتاعنا الطول بتاعه 20 سنتي، فانا لسه عايزة اشتغل لحد ما اوصل عند ال20،
فممكن تشتغلي الصف اللي جاي كله عمود بلفة عمود بلفة لحد ما تخلصي الصف كله، وبعد كده السطر اللي بعده تبدأي تعملي غرزة البليسيه أو غرزة البريد الأمامي والبريد الخلفي. فأنا هشتغل على طول في السطر ده بغرزة البليسيه. هلف الخيط على الإبرة، ده أول عمود. السلاسل دي أنا مش هعتبرها معايا من حساب السطر اللي أنا محتاجاه يعني، لأ هعتبرها بس تريح للشغل. هلف الخيط كده على الإبرة، ده العمود الأولاني. هاجي كده من ظهره كده وهقوم زقاه لورا اهو، وهقوم عاملة عندي 3 حلقات على الإبرة. هسيب بس خدة كده ورا بإبرة التنظيف ننضفها. عندي 3 حلقات على الإبرة، هلف الخيط هطلع من واحدة من الاتنين، وعندي كده 2 تاني هطلع من الاتنين تاني، هلف الخيط على الإبرة. عندي ده العمود اللي بعده، هاجي كده واقوم جايباه على قدام. اشتغلتها كتير معاكم واقوم طالعة كده بالخيط. عندي 3 حلقات على الإبرة، هطلع من أول حلقتين والحلقتين اللي بعد كده تاني. ده العمود ده خلفي، زقته لورا واسحب الخيط واطلع بيه. عندي 3 حلقات على الإبرة، الف الخيط واطلع من اول حلقتين، وبعد كده عندي حلقتين تانيين هطلع منهم، وهكذا. عمود هاخده امامي وعمود هاخده خلفي بالشكل ده. تمام، يا رب تكون الفكرة وضحت. وممكن تشتغلي السطر كله زي ما قلت لك عمود بلفة، وبعد كده ترجعي تبدأي تشتغلي غرزة البريسي. انا حابة ان انا ابدأ اشتغلها من السطر ده، والقرار ليكي. تمام، انا هشتغل بنفس الطريقة لنهاية الدور وارجع اكمل معاكي باقي الايس كريم. تمام، انا اشتغلت اخر غرزة قابلتني عمود امامي، وابتدينا بغرزة عمود خلفي، يبقى انا كده الغرز معايا مظبوطة. تمام. طب لو انتهيتي في السطر بعمود خلفي، ممكن بقى عندك حل من اتنين: يا تعملي تناقص وتاخدي غرزتين عمودين مع بعض بحيث ان انت تقفليهم مع بعض عشان يدوكي الشكل النهائي ان يبقى عمود خلفي وعمود امامي، او تعملي تزايد. فالافضل انك تعملي تناقص. الحلين صح. تمام، هاجي كده هقفل بمنزلقة عند اول غرزة اشتغلنا، هرتفع سلسلتين، هلف الخيط على الابرة، هقوم نازلة كده اهي. بصوا الابرة فين اهي ورا هنا، هتلاقي السلاسل بتاعة الارتفاع والعمود بلفة، هتقوم زقاهم لورا كده بالشكل ده، وهتقوم سحبة الخيط وطالعة بيه. عندك 3 حلقات على الإبرة، هطلع من أول 2 وبعد كده من الاتنين التانيين. ده هيبقى شكل العمود. في الخيط على الإبرة ده أمامي، هاخده أمامي زي ما هو، هيبقى العمود الخلفي خلفي والأمامي أمامي أهو. هاجي هنا ده خلفي أو واخدة خلفي. تمام، ده أمامي، هلف الخيط وكده هقوم واخدة وأمامي. هتبدأي تشتغلي سطرين 3. أنا هشتغل 5 أسطر لحد ما أوصل عند الطول اللي أنا عايزاه، وارجع اكمل معاكي هنقفل مع بعض الايس كاب ازاي، وهوريكي الشكل النهائي بتاعه هيبقى عامل ازاي، وهقول لك كل التفاصيل. وزي ما متعوده معايا هوزن لك الايس كاب، وهقول لك هو استخدم قد ايه، استهلكت قد ايه خيط، عشان تبقى كل التفاصيل عندك. تمام، هشتغل لحد ما اوصل للطول المطلوب وارجع لك. خلاص خلصت الايس كاب واشتغلت في الاخر 5 اسطر. ممكن تشتغلي اكتر ممكن تشتغلي اقل، كل واحد بيشتغل على حسب الشكل اللي هو بيحبه. تمام، وهقول لك دلوقتي الايس كاب طوله قد ايه. تمام، 19 سنتي. تمام اهو بالظبط. ممكن تشتغلي لحد 20، هو في الجدول لحد 20، بس انا بالنسبه لي المقاس ده تمام. لكن ان احنا اشتغلنا مقاس يلبس من سن سنه لسن 3 سنين. حجم الدايره هقول لك كل حاجه تفاصيلها طبعا. حجم الدايره من 13 ونص ل 14،
والطول بتاعه 20 سنتي، أنا عملته على 19 سنتي. وفي إيه تاني هاقول لِك، ومحيط الراس لو أنتِ بتشتغلي الآيس كاب من تحت، محيط الراس من 45 ل47 سنتي، ده سِن يلبّس سِن ال3 سنين، تمام. أتمنى يا رب لو عجبِك الفيديو تقولي لي رأيِك فيه، ويا رب أكون اتوفقت في شرحه. الآيس كاب زي ما أنتِ شايفة هو الألوان بتاعته حلوة. إحنا المرّة اللي فاتت لمّا اشتغلنا من تحت وارتفعنا لفوق. الآيس كاب المرّة دي إحنا اشتغلنا من فوق لتحت، مش محتاجة إن أنا أركّب له وردة، التاني كنت مركّبة له وردة، مش محتاجة إن أنا أركّب وردة، مش محتاجة إن أنا أركّب كورة البونبون، مش محتاجة أركّب أي حاجة، أنتِ بقى براحتك حابة تركّبيها تمام، حابة تركّبي وردة تمام. آآ كل حاجة على حسب ذوقِك أنتِ حابة إيه. وطبعًا زي ما متعودين معايا هاسيب لِك في التفاصيل كلّها في الmontage، هاكتبها لِك على الفيديو، وبرضه هاكتب لِك التفاصيل في صندوق الوصف. آآ وأول تعليق مثبت، هاكتب لِك هو خَد قد إيه كمية خيط. طبعًا مش هاعرف أحسب اللون ده لوحده خَد قد إيه، واللون ده لوحده خَد قد إيه، أنا هاوزن الآيس كاب على بعضه وأقول لِك وزنه قد إيه. أتمنى إن أنتِ تكوني استفدتِ ولو حاجة بسيطة، وأتمنى إن الفيديو يكون عجبِك. وإن شاء الله الفيديوهات الجاية تعجبِك بإذن الله. كان معاكِ ريري أحمد من قناة ريري كروشيه، أشوفِك بقى في فيديو جديد وفكرة جديدة، سلام.